الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون دافع عن سجل بلاده الحقوقي في الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولعلك تابعت خطابه. تابعته. حجج كثيرة أثارها في سياق كلامه. الجزائر حظيت بدعم وثقة الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان لنيل العضوية فيها. يقول هي طرف المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، تعمل، هذا تأكيد من أعلى هرم السلطة، يقول أنها تعمل بكل حرص على تعزيز تعاونها معها ومواصلة تنسيقها مع مختلف هيئات المعاهدات المعنية بحقوق الإنسان وآليات الاستعراض الدولي الشامل. ضف إلى ذلك سيد سمير يحيوي، ضف إلى ذلك عضوية الجزائر بداية العام المقبل في مجلس الأمن الدولي، كلها مؤشرات يقول البعض أنها تدحض كل الاتهامات وكل ما يعاب على الجزائر في سجلها الحقوقي. كيف ترد على ذلك، وكيف ترد أيضا على ما ذهب إليه ضيف؟ على دخول الجزائر لهيئة الأمم المتحدة في هيئة حقوق الإنسان؟ منصب متداول عليه، وحتى إيران وأفغانستان تقعد في هذا المنصب. ليس مؤشر على ترقية حقوق الإنسان وتعزيز حقوق الإنسان. حتى يكون يعني واضح، منصب متداول لكل الدول التي لها عضوية في مجلس الأمم المتحدة. وهل تعتقد أن هذا المجلس سيقبل بدول تنكل بشعوبها؟ بالطبع، لأنها قبلت بإيران، قبلت بأفغانستان، قبلت بكوريا الشمالية، فجاء وقت منصب الجزائر. طيب. لا يوجد اختطافات في الجزائر. على الساعة في منتصف الليل تم اختطاف إحسان القاضي من بيته، وقالت هيئة المحاماة أنه حيث عائلته في الجرائد أنه لم يتم إعطاء له استدعاء قضائي. وهذا النوع من الاختطافات تم تكريره عشرات وعشرات المرات على صحفيين وعلى نشطاء سياسيين، وتم إبقاؤهم أيام عديدة تحت النظر بدون أن يدخل إليهم أي محامي. ونسمع أن مصطفى بن جامع أمام القاضي يقول أنه تم تعذيبه، صحافي جزائري، وأن الباحث الجزائري الكندي لم يتم استدعاؤه، رؤوف فرح. وهذه الاتهامات لا يوجد لها أي تقرير، أي ملاحقة، أي يعني ما كاين حتى شيء. ونقولوا أن لا يوجد اعتداءات، لا يوجد اختطافات. على من نضحك؟ على من نضحك؟ على أي هيئة نضحك؟ أولا مازال ما كملتش من فضلك، الوقت كان أقصر. يعني أنا خديت هذا القرار تاع هيئة تاع منظمة العفو الدولي، وخديت القرارات تاع نفسها التي نشرتها قبل 2019 نشرت في 2018 و2017. يعني وصلنا حتى أن نقول في وقت بوتفليقة في مجال اعتقال الصحفيين لم يكن أي صحفي، في مجال الاعتداءات على حرية التجمع لم تكن بهذه الطريقة، الاعتداءات على حرية تكوين الجمعيات والانضمام إليها. يعني ما نقدروش نقولوا أن اليوم هذا تركيز على الجزائر. يعني لما تدير المقارنة تشوف التدهور موجود وفق واضح. سيد مصدق أطرح عليك السؤال أولا حتى نتقدم، وستعاقب على ما ذهب إليه ضيفي. يقول لك أن الوضع ازداد سوءا على المستوى وعلى السجل الحقوقي في الجزائر، والآن يقول البعض الآخر أن الجزائر في اختبار مع زيارة المقرر الأممي الخاص، المقرر الأممي للأمم المتحدة المعني بحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات في البلاد، والذي التقاه وزير العدل هذا اليوم. الجزائر في اختبار، والكل سيراقب كيف ستتعامل معه السلطات. هل سيسمح له بالعمل بكل حرية مع من يشاء في الجزائر؟ تفضل تعقب ونتحدث عن زيارة المقرر. من حق ضيفكم الكريم أن يدافع على بوتفليقة ويدافع لا على نظامه. على بوتفليقة. كنت من لا أن يتكلم. لا أسمح لك أن تقول كنت من أكبر معارضين. أقول أن الوضع تتدهور. لا تقول كلام ليس حقيقي. لا أدافع على بوتفليقة. فترة بوتفليقة لم نجد فيها اعتقال أي صحفي. لا أنا وصفت لك الأمر بأنه يقول لك ملخص القول. عفوا منكما
عفوا منكم السيد حسين مصدق، ما قاله لك وما فهمته ما قاله لك يقول لك إن الوضع، وهذا جاء حتى في سياق سؤالي، إن الوضع ازداد سوءا. لم يقل لك، لم يمجد لك عهد بوتفليقة. ونحن نقول لعل إن حرية التعبير قد زادت منذ الحراك، ولعل الناس اعتقدوا بأن بإمكانه الدوس على القانون في ذلك الحراك الشامل الذي كان ثار ضد عهدة أو ضد حكم بوتفليقة، وبالتالي الكثير اعتقد أن القانون أصبح لا يطبق. الآن قلعت لي نموذج، كل الصحفيين الذين حكموا أو ما يسمون بالصحفيين عندهم تهم واضحة، والكل اعترفوا بالتهم الموجهة إليهم. اعترفوا يعني اسمح لي يعني ليست لنا تأكيدات حتى نفهم هذا الأمر. أنت كنت حاضر وكنا حاضرين. هل كنت حاضرا أنت؟ كنت حاضرا. احنا عندنا معلومات كافية. ما هي المعلومات؟ طيب ربما لديه قاضي إحسان سيد سمير يحيوي مثلا. استسمح لا ربما لديه معلومات، ربما لديه مصادر. قاضي إحسان مثلا. لا تقاطع أرجوك سيد سمير يحيوي حتى يكمل الفكرة. من اعترف؟ اسمح لي. بماذا اعترف؟ بماذا اعترف قاضي إحسان مثلا؟ بماذا؟ اعترف بأنه يتلقى تمويل خارجي. من فضلك. أنا كذبك قدام المشاهدين. ما تقوله كلام اعترف أمام المحكمة بأنه تلقى تمويل أجنبي رغم أنه يعرف بعلم اليقين ويعرف. كلام خطير جدا. من فضلك. كلام خطير جدا. من فضلك. هذه أكذوبة أمام المشاهدين. طيب أنت تكذب على المشاهد. أنت الذي تريد أن تبرر. لا نعود إلى هدوء في حقه. أنت تبرر، تريد أن تبرر ما لا يبرر. لا طيب نعود دون أن ندخل. ليست لديك أنت تفتري على شخص. سيد سمير يحيوي، سيد سمير يحيوي، سيد حسين مصدق، سيد صدق، ليست لدينا القدرة على معرفة ما هو موجود في الملف. لا أرجو أن موضوعنا ليس سيد أحسان القاضي، وإن كان جزءا من هذا الموضوع وأنت رددت على هذا الاتهام ودحضته بحديثك. نتجاوز الآن سؤالي الذي طرحته عليك. هل زيارة المقرر الأممي الذي استقبله وزير العدل اليوم قد تحدث الفارق في الجزائر؟ هل تعد اختبار بالنسبة للجزائر كما تطلب العفو الدولية لتصحيح المسار؟ أنا معكم في السؤال طبعا. ما دام جاء والجزائر قبلت زيارة هذا السيد الغد 8 مرات من فضلك، سأعود إليك ما دام جاء وقبلت زيارته واستقبل وزير العدل اللي هو يمثل السلطة القائمة حاليا في الجزائر ويمثل وزارة حافظ العدل الأختام، وبالتالي فإنه سيسمح له بالاطلاع على كل الملفات والاطلاع واللقاء بمن يشاء بكل حرية وبحضور الدفاع وبحضور وهيئات حقوق الإنسان حتى يتعرف كل مكونات الفاعلة في المجتمع في المجال الحقوقي والجمعيات، تكتشف الحقيقة وتكتشف هذه الاتهامات على كل شيء قال باللي راه الجزائر. أنا لا أدافع على السلطة القائمة ولا أدافع على أحد، ولا إنما من فضلك. ولكن ما دام هناك عدالة، ما دام هناك محاكمات علنية، المحاكمات العلنية معنى ذلك لا يوجد شيء مخفي. ما دام محاكمات علنية لا يوجد شيء مخفي. شيء لا شيء يعيبه على سيد حسين دون شخصا. لا أرجو أن نتجاوز أمور الشخص. سيد سمير يحيوي، لو كان الجزائر لديها ما تخفيه لما قبلت هذه الزيارة لهذا المقرر الأممي ولما فتحت له الأبواب هذا اليوم ولما استقبله وزير العدل بنفسه. كيف يتم إلغاؤه لتاسع مرة ورئيس الجمهورية في هيئة الأمم المتحدة؟ وسيعود؟ بالطبع سيعود، ولكن قلت ألغيت زيارته 8 مرات. سأعطيك معلومة. طلب المقرر السلطات الجزائرية بزيارة، أقول ما قاله المقرر، بزيارة معتقلي الرأي ومن بينهم الصحفي إحسان القاضي المسجون منذ ديسمبر 2010. هذا طلب أعطاه المقرر تاع الأمم المتحدة للسلطات الجزائرية. قال له أريد أن ألتقي معتقلي الرأي، ما قالوش حبيت نروح نشوف سجناء يعني دروا سيفيل يوصفون بأنهم معتقلوا رأي، يعني هذا ما تقصده. حتى لفظ بهذا الكلام لأنه يعلم أنه في معتقلي الرأي. إقرار منه. شوف حكيم، كل القرارات منها قرارات هيئة الأمم المتحدة التي قال عليها الرئيس عبد المجيد التبون السمع والطاعة، تأتي بقرارات
تندد بوضعية حقوق الإنسان في الجزائر، وعبرت عن قلقها الشديد من كل الاتهامات التي وجهت نحو التعذيب، الاغتصاب والقوانين التعسفية. الجائرة. لا توجد محاكمة جائرة، اسمح لي. لا توجد، خاصة الكلمة وأختم معه. توجد اتهامات على هذه المواضيع. انتهى الوقت. كل الشكر، كل الشكر. ستكون لنا